الجيل الحاضر وجيل هذا الزمن لا يعلم يعني كيف كانت الصلاة في الحرم المكي الشريف أو الحرم النبوي الشريف. أردت الأجيال الحاضرة تعرف فضل هذا الملك المؤسس على هذه البلاد بتوحيد الإمامة. يعني ودي أنه تعطينا لمحة كيف كانت تؤدى الصلوات بين هذه المقامات، يعني على أنهم على قاعدة واحدة، إلا أن يعني الحنبلي يختلف عن المالكي، عن الشافعي، عن الحنفي. هذا ربما يبدأ بالفاتحة، وهذا يركع، وهذا يسجد، وهذا يسلم. بدأت فكرة يعني توحيد الإمامة، لأنه يريد أن يوحد الإمامة، لا يريد اختلاف المسلمين. هو يدعو الله ليلا ونهارا أن الله يعز الإسلام والمسلمين. ليش الملك عبد العزيز هو وحده من استطاع تغيير هذا المشهد؟ النية الصافية. هو لم يدخل يعني لمكة المكرمة أو يوحد المملكة لأهداف حزبية، ولا لأهداف عقائدية، ولا لأهداف قبلية، ولا لأهداف دنيوية، وإنما كان يعني توحيده للمملكة العربية السعودية هو لخدمة الإسلام والمسلمين. وكان يرى خدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة مسؤولية، وليست يعني مكسبا، وإنما هي حقيقة يعني مكسبا لرضا رب العالمين، ثم لخدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي النية الصافية. الملك عبد العزيز وتوحيد إمامة المصلين في الحرمين الشريفين قصة تكتب بماء الذهب لملك كان هم توحيد المسلمين اللي تفرقوا ل800 سنة. واليوم في الحرم المكي تجتمع الروحانية والدموع والخشوع بين المسلمين، ما تفرقنا لغة ولا لون ولا مذهب، آمنين مطمئنين في أطهر بقاع الأرض.